السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. لو أول مرة بتتابعونا على القناة من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. إليكم نشرة أخبار مصر اليوم. العناوين: حالتي اختناق في حريق وحدة سكنية بضواحي بورسعيد، إصابة 5 أشخاص أثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الساحلي بالبحيرة، مصرع شاب متأثرا بإصابته بطلق النار في بورسعيد، اندلاع حريق في محلات تجارية بمنطقة الفلكي بالإسكندرية، النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في وقائع تسريب الامتحانات وتسهيل الغش، مصرع 2 وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالغربية، مصرع سيدة وإصابة شخص آخر في حريق التهم 6 منازل بقرية الجلاوية بسكتلة، انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بقنا، كيف تسقط الداخلية عصابات استغلال الصغار في التسول والكسب غير المشروع، انهيار حائط لمنزل خالي من السكان في منطقة ناصر، ضبط صانعة محتوى راقصة بملابس خادشة للحياة لزيادة نسب المشاهدات، داخلية تضبط المتهم بالتعدي على شقيقته بسبب خلافات عائلية، موعد نظر دعوى وقف الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم بقضايا النفقة، مصرع طفل صدمته سيارة نصف نقل تابعة لشركة جمع قمامة بالطالبية، إصابة شخص أثر اندلاع حريق في شقة سكانية في مدينة 6 أكتوبر. إليكم التفاصيل: حالتي اختناق في حريق وحدة سكانية بضواحي بورسعيد. حالتي اختناق في حريق وحدة سكانية بضواحي بورسعيد، أصيب شخصين بحالتي اختناق مساء اليوم في حريق وحدة سكانية بنطاق حي الضواحي في محافظة بورسعيد. اندلع حريق بوحدة سكانية داخل عمارة في منطقة التعاونات في محافظة بورسعيد في ظل جهود من الحماية الميدانية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة. تلقت إدارة الحماية الميدانية بلاغا باندلاع النيران داخل شقة منطقة التعاونات، فدفعت ب3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وبدأت قوات الحماية الميدانية أعمال المكافحة والسيطرة على ألسنة اللهب وسط متابعة ميدانية من الأجهزة المعينة. تلقت إدارة الحماية الميدانية بلاغا باندلاع النيران داخل شقة بمنطقة التعاونات، فدفعت ب3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وبدأت قوات الحماية الميدانية من المكافحة والسيطرة على ألسنة اللهب وسط متابعة ميدانية من الأجهزة المعينة، ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارتها إلى موقع الحادث، وكشف الشهود عيان عن إصابة طفلة ورجل باختناق، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة احتياجهم للنقل إلى المستشفى. مصرع شاب متأثرا بإصابته بطلق نار في بورسعيد. لقي شاب مصرعه اليوم متأثرا بإصابته بطلق نار أثر واقعة شهدتها منطقة بنك الإسكان بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، واستقبلت أحد المستشفيات المحافظة الشاب محمد الدمير 36 سنة مصابا بطلق ناري عقب الواقعة التي شهدها أحد المقاهي بمنطقة بنك الإسكان، وبذلك الفرق الطبية داخل المستشفى محاولات مكثفة لإسعافه لأنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وأجريت المعاينة اللازمة، كما كثفت جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة مع فرض كردون أمني بمحيط مكان حادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إصابة 5 أشخاص أثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الساحلي بالبحيرة. أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم اليوم أثر وقوع انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة. وتلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة اخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي قبل كوبري جدية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص. تم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد لإسعافهم وتلقي الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. كيف تسقط الداخلية عصابة استغلال الصغار في التسول والكسب غير المشروع؟ لم تعد ظاهرة استغلال الأطفال في التسول مجرد مشهد متكرر في الشوارع، بل تحولت إلى نشاط إجرامي منظم يعتمد على استغلال براءة الصغار لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وفي إطار جهودها لمواجهة هذه الجرائم، توصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات لعصابات استغلال الأطفال مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهم وإعادتهم إلى بيئة آمنة. وفي أحداث الضربات الأمنية تمكنت الأجهزة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 متهمين بينهم 7 رجال و3 سيدات، و9 منهم معلومات جنائية بعد ثبوت ورطهم في استغلال 11 طفلا في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظة الجيزة. وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يدفعون الأطفال للوقوف في الشوارع والميادين المزدحمة لاستعطاف المواطنين أو بيع سلع بسيطة بإلحاح بهدف جمع أكبر قدر من الأموال مستغلين صغر سنهم وحاجاتهم. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وممارسة هذا النشاط الإجرامي تحقيق أرباح غير مشروعة. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بحق المتهمين، فيما تم تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، كما جرى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أسرهم بأحد دور الرعاية حفاظا على سلامتهم وضمان عدم استغلالهم مرة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام.